نعم. فهنا العداء ليس عائليا، ليس أسريا، ليس شخصيا، ولكن عداء مصر على مصر، قطاع من مصر على مصر. وده اللي يخلينا كلنا نتكاتف. أولا كان اللقاء بصراحة عشان ندعم الصندوق المصري، ده كانت الدعوة الأساسية، والكل أجمع أننا سنبذل كل الجهود لدعم الصندوق المصري 30/6 حتى لا نمد أيدينا للآخرين. وده من منطلق وطنيتنا. بنفس الوطنية بنقول إذا كان هناك معتدي يأخذ جزاؤه، لكن مصر لا تنجر وراء فئة معتدية. نعم. أكبر من عدد المعتدين، وتغفر حتى يعني نحتسب هؤلاء الناس الذين ماتوا وهم يدافعون عن شرف مصر. الجيش ده شرف مصر، القوة دي شرف مصر، لكن لابد من إجراء مصالحة واستشفاء للنفوس. نتمنى أن تحدث هذه المصالحة قريبا وأن يحمي مصر من الفتنة الله سبحانه وتعالى. سيادة القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، شكرا جزيلا لك. ربما استمعت إلى ما كنت أتحدث عنه الشؤون المعنوية، ويعني بدأت تظهر صور. دي كاميرات مراقبة يا فندم، أيوة، ليست كاميرات. ده اللي أنا كنت بتكلم عنه. أيوة. عايز حضرتك تعلق لنا على هذه الصور، يعني بالبعد العسكري بقى. الصور دي تترجم ايه عن واضح ان في ناس اهي بتحاول تقترب، بتحاول تتسلل اهي، كاميرا جايباها من بعيد. شوف طيب ايه اللي دخلك انت في هذه المنطقه؟ واخد بال حضرتك؟ ثم هم اللي بادئين بالعدوان دول، واضح ان دول ناس واقفين فوق السطوح اهي، واخد بال حضرتك؟ وبيلقوا بالحجاره او بيلقوا بالمولوتوف من فوق من اعلى السطوح. وده اهو واحد بيلمس زجاجه بالمولوتوف وناس تانية مختفيه. طب هل ده تصرف سلمي؟ وبيلقى على مين هو كده؟ هل حضرتك تتصور انه ده كان الساعه كام؟ يعني بحكم ان حضرتك هو واضح انه ايه يعني بعد اول ضوء. معرفش هل في ساعه على الكاميرات ولا لا. يعني ده قبل الساعه 6. يعني بين 6 وبين 5 بدات الصوره تظهر. ده بعدين دي بعد اول ضوء. ولا يعني ده في شمس وفي ظلال للافراد على الارض، فده بعد شروق الشمس. انما قبل كده كان ده قبل الشروق، واضح يعني.